بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا بيكم في قناة أم النور. هنحكي النهاردة معجزة قوية جدا للبابا كرولوس. هنشوف مع بعض إن كانت في واحدة من صغرها وهي كان ليها علاقة قوية جدا بربنا وبالبابا كرولوس، وكانت دايما بتقرأ له معجزات كتير خالص، شبه اتعلقت بيه من كتر حبها ليه، من كتر ما بتسمع وبتقرأ عن معجزاته، وما كانش بيحصل لها أي مشكلة إلا وتتشفع بيه. وكان بيظهر لها البابا كرولوس مرتين، لكن آخر مرة ظهر لها كان بناء على دعوة مباشرة من قداسة البابا شنودة الثالث بعد عودته من رحلة العلاج من أمريكا مباشرة. الحكاية بتحكيها صاحبة المعجزة اسمها أمل، بتقول إن هي كانت بتعاني من ألم شديد جدا في صدرها، وبعد الكشف والفحوصات اتضح إن الألم ده سببه ضيق في الشريان التاجي، والمطلوب إن هي تغير صمام في القلب. طبعا ده أدى لصدمة الأسرة وانهيارها، ونتيجة للحالة المتدهورة اللي هي فيها جوزها راح يوم الاثنين علشان يحدد ميعاد ويعرضها على دكتور في القاهرة يوم الجمعة، ودي كانت أول جمعة بعد عودة البابا شنودة من رحلة العلاج. يوم الاثنين ده الساعة 4 الفجر كانت نايمة، فجالها البابا كرولوس في حلم، فقالت له: هتشفيني يا سيدنا ولا هتاخد روحي؟ راح البابا كرولوس سابها ومشي. جريت وراه وفضلت تصرخ بصوتها العالي: يا بابا كرولوس يا بابا كرولوس، لكنه سابها ومشي. وقامت أسرتها على صوت صريخها وقالوا لها: دي تهيؤات. جه يوم الأربع اللي هو قبل الجمعة، وكانت بتحضر الشنطة بتاعتها علشان هتسافر هي وجوزها للعلاج بتاعها، وبتقول كمان إن هي اتمنت الموت فعلا من كتر الألم والوجع. وجه العصر وكانت بتسمع وعظة لقداسة البابا شنودة الثالث، وبتتكلم عن حنو الله، وهي كانت الوعظة الأولى بعد رجوعه من رحلة العلاج في أمريكا. ووقت ما كانت بتسمع الوعظة مع ناس قرايبها، فقالت في سرها: يا بابا شنودة، انت بتتكلم عن حنو الله، حن عليا ويشفيني انت مدام البابا كرولوس مش راضي يجي ويشفيني. وبعد ما قرايبها مشيوا، فدخلت هي أوضة الصالون وفضلت تبكي وتصلي ببكاء شديد جدا، وكانت ما بتعرفش تنام نهائي من شدة التعب، لحد ما جه وقت الساعة 2:30 الصبح سابها جوزها وولادها وراحوا يناموا. وهي على الساعة 4 الفجر كده فجأة لقت شخص بيحط ايده على كتفها علشان يصحيها من نومها، ففكرته انه جوزها، ولكن اتفاجئت بتبص على لبسها لقت لونه أصفر. وفجأة البابا كرولوس كمان بملابسه الذهبية وفي ايده العصا بتاعته اللي على شكل الحية النحاسية، وجنبيه الست العذراء في شكل التجلي. فصرخت في عتاب وبتقول: لماذا لا تريد أن تشفيني؟ فقال لها البابا كرولوس: فين المنطقة اللي وجعاكي؟ فشاورت له عليها، فضربها بالعصاية على منطقة الألم اللي بتوجعها. وهي كانت موجودة في غرفة الصالون صورتين كبيرة للبابا كرولوس والست العذراء. فسألها البابا كرولوس: مين اداكي الصورة؟ فقالت له: مش فاكرة. فقال لها: طب مين اللي ماضي عليها؟ فقالت له: البابا شنودة. فقال لها: عموما أنا اللي بعتني ليكي قداسة البابا شنودة. فأول ما سمعت العبارة ذهنها شرد للحظات تفكر في العبارة. كان البابا كرولوس والست العذراء مشيوا وسابوها، وبالفعل اتذكرت أمل إن الصورتين دولت اشترتهم من 23 سنة من الكاتدرائية بالعباسية، وكانت حضرت وعظة قداسة البابا شنودة، وبعد الوعظة استطاعت إن هي توصل لقداسة البابا ويمضلها عليها بخط إيده باسمه، ولكنها اعتقدت إن البابا كرولوس ضربها على أعلى صدرها وبكده ما شافهاش، فصرخت بصوت عالي صحت كل أسرتها اللي في البيت، فقالت: البابا كرولوس جه ومعاه الست العذراء ومش راضي يشفيني.
وحكت لهم الحكاية. فجوزها قال لها: هو البابا كرولوس ضربك فين؟ فورته مكان الضربة، وفجأة لقوا صليب محفور. فأخدها جوزها لغرفة الصالون اللي فيها صورة العذراء والبابا كرولوس علشان يعملوا تمجيد ومطنيات. ووقت التمجيد والمطنيات وهي ما كانتش حاسة بتعب خالص. وبعد كده، بعد ما كانت ما بتقدرش تتحرك من كتر الألم الشديد اللي عندها، فبدأت صورة البابا كرولوس والست العذراء تنزل زيت وتفوح منه رائحة عطرة جدا لتتم المعجزة. وبدأ الصليب أعلى صدرها يظهر بوضوح جامد، وقامت بتجميد الزيت في إزازة صغيرة. وكان الصليب المحفور على صدرها بيعمل زي قشر، وكل ما تقشر تحط القشور في الزجاجة اللي فيها الزيت. فاتصلوا بالأنبا كرولوس أسقف نجا حمادي عشان يقولوا له المعجزة ويستأذنوه إن كانت هتسافر يوم الجمعة للعلاج ولا لأ. فرد وقال لهم: ما تسافريش، اعملي إعادة تقرير لحالتك الصحية الأول. وفعلا راحت للدكتور عشان تعمل إعادة تقرير، اللي صمم من عدم وجود أي شيء في القلب نهائي. والزيت اللي خرج من صورة البابا كرولوس والست العذراء كان سبب في شفاء كتير، ومنهم ست كان عندها سرطان. ولما سمعوا بقصة أمل فضلوا يبعتوا لها يترجوها إن هي تديهم بركة من الصورة. فإدتهم جزء من قماشة نزل عليها زيت الصورة. فأخدتها الست وعن إيمان شديد جدا بلعتها عشان تروح غرفة العمليات. وبعديها يكتشف الأطباء إن لا يوجد سرطان عندها نهائي. وكتير من المعجزات حصلت من الزيت اللي نزل من الصورة بتاعة البابا كرولوس والست العذراء. بركة وشفاعة العذراء أم النور والقديس العظيم البابا كرولوس وقداسة البابا شنودة تكون معانا دايما، وتشفي كل مريض وتفرح كل قلب. وإحنا في عيده نطلب منه إنه يطبطب على قلوبنا ويحقق لكل واحد اللي بيتمناه، ويشفي كل مريض، ويعزي كل حزين موجوع. شفاعتهم القوية تكون معانا دايما وتبارك حياتنا. ونشوفكم في فيديو جديد من قناة أم النور. اذكرونا في صلاتكم. سلام.